فضيلة الشيخ تسمع من تلميذك حسن كلمة، أرجو أنك أنت تكتب بيان طريقة فض الفتنة دي، لحظها أسلوب حضرتك وكلامك كيف تدحض الفتنة. أنت تبين لنا الطريق على البيان بتاعك فضلتك عشان الناس تعرف أنك أنت لم تقصر. أنا بينت في دحض الفتنة. أنا أزكيهم هذا رد كلامه وسفاهاته. تكتب فضلتك ذلك كيف نفض الفتنة دي، كيف نصحبها. أنت تكون بطريقتك الخاصة يكون حجة عليهم كيف تصحب الفتنة لقيمة الآن. ما عنده أدلة أقول هذا كل يوم أقولها. طب كيف نصحبها الفتنة، كيف نكسر الجمود، كيف نكسره، كيف ندحض الفتنة ونكسر الجمود. أنت فضلتك تقول الكلام بأسلوبك الخاص وطريقتك عشان يسكتوا الناس تطمئن في أوروبا وأمريكا وكله. منزلة إصلاح ذات البين. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله. وبعدين فإن إصلاح ذات البين من أعظم المقاصد التي جاء بها الإسلام. جزاك الله خير. تحقيقها، وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالإصلاح ورغب فيه وحث على الائتلاف ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل أنفال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فيريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واحتج من هذا الكلام طويل، احتج بهذه الآية ابن عباس على الخوارج ورجع الكثير منهم. يعني هذا معروض عليهم. أي نعم. ذهب مشير فيها. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأهدى نفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال جل جلاله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شوف قتال، نعم، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما أن يقولوا لا تصطلحوا لا تقبلوا الصلح. بارك الله عليكم. نحن ندعو الجزائريين تآلف وكذا وكذا، يقول لا لا لا. قال جل جلاله: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فاصلحوا بين أخويكم. هذه الآية واحدة تكفي. هذه الآية واحدة تكفي. بعدين قام ذكر رحمه الله تعالى يقول تعالى: آمرا بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض وإن طائفة من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقول الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه المنبر الحسن بن علي رضي الله عنه فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. هذا حديث عظيم جدا. وقال تعالى: فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي. وقوله تعالى: فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله ورسوله، يعني لا يزال كلام كثير وتسمع للحق وتطيع كما ثبت في الصحيح. فقاتل التي تبغي، الذي يظلم الآن نقول ضده ما نقف معه، أليس كذلك؟ بارك الله فيك. أنا سأرضي الله عنه أن رسول الله قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله هذا نصرته مظلوما وكيف أنصره ظالما؟
قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال ابن كثير رحمه الله والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وإن كان مخالفا له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه حد واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف فيه وكانوا شيئا أي فرقا كأهل الملل والنعال والأهواء والضلال فإن الله تبارك وتعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بعد يفرحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال ابن كثير أهل الأديان قبل أن اختلفوا بينهم على آراء ومثل باطلة وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر والحديث. ولما كان فساد ذات البين من دواعي التفرق والاختلاف والفشل ومن ثم تسلط الأعداء وظهورهم على المسلمين حذر الله من التنازع وقال سبحانه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أخي أبو أنس ما هو الواجب عليه عشان يوافق على هذا؟ ما هو الواجب على الشيخ محمد؟ الجامع عندنا صحيح عن الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. نعم. والحديث الثاني قال أقول لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أفلا أولئكم ذلك لكم حفش السلامة بينكم. الله أكبر الله أكبر. الترمذي والسنن والبخاري في الأدب المفرد قال المعرفة حسن الغيبين وعلى السلفيين جميعا أن يضعوا هذه الآيات والأحاديث نصب أعينهم وليتقوا الخلافات التي بينهم فإن خلاف الشر أسأل الله أن يوفق الجميع لاتباع الكتاب والسنة والنظر يوم النواجذ كتبه ربيع بن هادي إلى آخره. هي مشكورة عشان يرجعوا. تشرح أضرار المرة أخرى عشان يتكلم من استفهام العلم يرد عليهم بهذا. الشيخ عرض تاريخ ظهر الفتنة ازاي هو التاريخ ده. نعم هو الطريق الذي يقرأ هذه الأحاديث ويرفع بها رأسا. بارك الله فيكم. جيب الورق للشيخ. آيات وأحاديث عظيمة جدا. ربنا يبارك فيكم. عشان نجينا كل طلاب العلم ما يسألونا. لا ليخطئ يبدأ السلف يخطئ أنصحه وأصبر لا ولا نصيحة ولا صبر ولا شيء. وجوب بارك الله فيك ظالم. البيان اللي صدر قبل ذلك من الشيخ سمع الشيخ ده طلاب العلم كانوا عند البدعيين وجاءوا عندكم تحملوه ولو أخطأوا ولو قالوا أشياء مخالفة واصبروا عليهم دول فيهم الدعوة. هو الشيخ كتب كده في البيان السابق يعني تقبلوا إن دخلوا عندنا وسعوا صدركم لهم وسعوا صدوركم لهم. نعم. خالد أبو عبد الأعلى نعم أجل محمد هادي وجاءت له وعاتبته وبينت له أنه ما عنده شيء وقصر اكتب لنا كتب الكتاب ثم رجع مرة ثالثة مع محمد هادي عم الأعلى. بارك عليكم ما بلاك كتبته. نعم
بارك الله فيك. أنا قلت له أنا نصحت له كلها تدل محمد هادي نعم. وحده ونتق الله. بيقول الشيخ لم يقرأها. ها؟ بيقول الشيخ لم يقرأها. ها؟ بيقول الشيخ لم يقرأها. هو قرأها كلها يجيبها. هو قرأها يجيبها. حاضر. جيبها ثاني وودها. هو قرأها يلا. جيبها ثاني وودها لكم، نرسلها لكم. هذا كذب يا شيخ. نعم. هذا والله كذب، قرأتها أنا حرفا ما وجدت عنده ولا دليل. بارك الله فيكم. ولا محمود فتنة عمياء تطلق على السلفيين في العالم أو المدة السلفية. ما أقرأها. قلت لازم شقر. نعم. شيخنا الله يحفظك، أغلب الصف السلفي الآن متألم من هذه الفتنة. العقلاء الفضلاء أدركوا هذه الفتنة ووقفوا ضدها، وأهل الأهواء جرفهم السيل. هيا مريم. هل عندهم شياطين الصفات؟ أنا أسألكم الآن. نعم. هل عندهم شياطين الصفات؟ أكيد بيكون لا. ها؟ أكيد يكون لا. كيف؟ أكيد لا. طيب هل عندهم طعن في الصحابة ولا في الصحابة واحد؟ لا. هل عندهم مخالفات لأئمة السلف في العقيدة والمنهج؟ ما قال حرام. ما عندهم ولا حاجة. والله ما عندهم إلا غير سلفي، وهم أفضل منه وأكثر تمسكا بالكتاب والسنة منه. الله هو الحرف الآن. الله أنا مش وراه الأعداء. بارك الله فيكم. وراه الأعداء. لما يقول لا تصطلحوا، هذا يقول المسلم عاقل ولا يدعو إلى الصلح بناء على النصوص هذا كتاب الله والرسول داعي إلى الصلح. كل هذه يضرب مع أرض الحائط. بارك الله فيك.